بيحكي فيلم النهاردة عن مغامرة غريبة شوية، وده بسبب صخرة سحرية. يا ترى ايه سر الصخرة دي وايه اللي وراها؟ ده اللي هنعرفه لما نكمل الملخص للآخر، فيلا بينا. الفيلم بيبدأ بوجود مانك جوه صخرة سحرية، وأول ما بدأ يبص حواليه بيكتشف قدرته على خروج أشعة ضوئية من عينه، فكان بيحاول يستخدمها على أي مكان حواليه. وده في نفس الوقت اللي كان الإمبراطور جاد عامل اجتماع للوزراء بتوعه عشان يقول لهم إن هيعمل عزومة أجمد من اللي عملها الأسبوع اللي فات. بس قبل ما يبدأ في ترتيبتها كانت أشعة مانك وصلت للإمبراطورية بتاعته، فتعصب وقال لهم إزاي مفيش سيطرة على القرد ده. فالوزير قال له ده تلاقيه متحمس شوية، فقال له مش مسموح ولازم نخلص عليه. بس قطعوا الإمبراطور الأكبر اللي ظهر له هو بس، وقال له حيلك حيلك، ده مش أي قرد وحياته مهمة جدا، فسيبه ياكل عيش. ففاق جد وقال لهم إيه أوحش حاجة هيعملها يعني، وعشان يشوشر الموضوع قال لهم أنا عايز كيكة شبهي وتكون 3 متر، وبيسيب الاجتماع. وبعد كده مانك وهو في طريقه بيشوف ام بتحضن ابنها وبيحس انه عايز حد يحضنه، فبيضرب ابنها وبيحضنها. فالام بتتضايق وبتبعده عنها وهو مش فاهم سبب مضايقتها، اللي هو فيها ايه يعني، انا ضربت ابنك يعني عشان اخد حضني، في ايه؟ المهم بعدها بيروح معدي على قرد بيعلم تلاميذه وبيروح برضه يحضنهم. فالقرد بيقول لهم هو ده بقى شرح النهارده، ان الحاجه لو بتاعتك هتجيلك من غير ما تجري وراها. وعشان يثبت لهم صدق كلامه طلع على نخل جوز هند وحاول يجيب واحده بس معرفش، قام مانك ضربها برجله ووقع كل جوز الهند على الارض. فالقرد قال له انت مش هتخلي الحكم اللي بقولها في الهوا، انت حيالله قرد يعني، فاسمع كلامي ولما تروح الجنه ان شاء الله ابقى اعمل اللي انت عايزه. والكلام ده طبعا كان محل اعتراض مانك، وبدأ يعمل شوشرة في المكان هو والتلاميذ. فظهر كائن غريب اسمه بلاك من بين النهر وخطف طفل منهم. ولما هرب الباقي عشان يرجعوا لعيلتهم، القرد اتهموا ان السبب في كل ده وانه عمره ما هيبقى واحد منهم. فاخد مانك شويه جوز هند ورجع عند الصخره السحريه، وبدا يحاول يتدرب على حتف جوز الهند عشان لما بلاك يظهر تاني يخوفه بيه وما يخطفش حد. وكمان لما كبر شويه عمل عيله لنفسه من جوز الهند لانه كان وحيد ومرفوض في وسط الجزيره. وفي مرة وهو بيتدرب شاف بلاك وهو بيتسحب عشان يخطف طفل من التلاميذ، فجري بسرعة وقال لهم انا هتصرف. وبدأ يحدف بلاك بجوز الهند، ولان بلاك ضخم جدا وقوي ما جاش معاه الكلام ده واداله بظهر ايده. فمانك قال انا مش عامل حسابي على كده، وخطف بلاك طفل وهرب. ومانك كان مستغرب جدا من سقوط الجزيرة وانهم مش قادرين عليه. فالقرد قال له انت فاكر نفسك بطل جاي تحارب بلاك بجوز هند؟ فقال له مانك كنت فاكر ان هيخوفه بس انا اقدر برضه اهزمه. فقال له يا ترى هتحاربه بايه بقى المرة دي؟ فقطعهم طفل من القرود وقال له انت تقدر تجيب سلاح قوي من عند التنين. فرد القرد وقال له ده في عرض البحر ولو رحت هناك هتموت. فمانك قال له انه هيروح بقى وهي موتة ولا اكتر. وبدأ ينزل يعوم في البحر لحد ما وصل للعمود السحري، وده كان عبارة عن عمود كبير جدا محطوط في امبراطورية التنين، وما يقدرش حد يتحكم فيه الا الاقوى. وعلشان التنين كان فاكر انه اقوى حد، عمل حفلة صغيرة كده عشان يفرجهم وهو بيتحكم في العمود. بس في الوقت ده مانك وصل عند العمود، والعمود قال له انه مستني اقوى حد عشان يقدر يحركه. فحاول مانك، ولكن المفاجأة ان العمود اتحول في ايده لعصاية صغيرة، وفرح جدا وخرج من البحر بسحر العصاية. والتنين طبعا اتعصب جدا واتصل بجد وحكى له على سرقة العمود السحري وان ده هيتسبب في ضرر كبير. فجد قال له انت مالك قد الدنيا وتقدر ترجع اللي اتسرق منك. واول ما قفل المكالمة حراس التنين كانوا منبهرين بشجاعة مانك، وحارس منهم قال له ان ده فعلا اقوى حد موجود، فبلعه. وراح قايل لبقيه الحراس لو عايزين تقولوا ارائكم انا ممكن ابلعكم وتقولوها عادي، فمحدش فيهم اتكلم. وبيروح مانك لقمه الجبل وهو معاه العصايه اللي بتخليه يطير بسحرها ويعدي بين النهر. فبينزل عند المكان اللي عايش فيه بلاك، وبيلاقي القرد الصغير متعلق في قفص، فبيركن عصايته وبيقول لها تتفرج عليه عشان تتعلم منه. ولما كان بيحاول يفك قفل القفص، عصايته فضلت تنادي عليه عشان بلاك جاي عليهم، ورمت سحرها وفكت القفل. ووقتها بيهجم بلاك على مانك وبيحاول يأذيه، لكن خلاص بقى مانك معاه عصايته السحرية اللي يقدر يقف بيها قدام أي حد، وتغلب على بلاك ورجع القرد الصغير لأهله. وقرود الجزيرة كانوا مبسوطين بقوة مانك وخلوه ملك الجزيرة. بس القرد اللي كان بيعلم التلاميذ قال لهم ده بيضحك عليكم وعايزكم تحبوه، بس ده انت قرد مش سالك. وقام بكل برود لف المانك وقال له فاكر لما قلت لك انت حيالله قرد ولما تروح الجنه بعمل اللي انت عايزه؟ انت مش هتبقى عايش على طول، انت هزمت بلاك وده واحد بس، وعشان تعيش على طول لازم تهزم 100 على الاقل. فمانك قال له طب ما احنا فيها، يلا نهزم 100 كمان. واسمح لي عزيزي المستمع كده رخم عليك في نص الملخص، واقول لك ما تنساش تعمل لايك وشير للكرتون النهارده عشان تقدر تشوفنا على طول. المهم بعدها بنشوف مانك بعد كذا سنة لما بيكون غلب 99 بلاك وفاضل له واحد بس. فقام يدخل بيت في قرية صغيرة وحكى لهم على انتصاراته وانه فاضل له بلاك واحد ويعيش على طول. فقالوا له ايوه يعني انت مين برضه ما قلتش. فدخلت بنوتة جميلة اسمها لين واكدت على كلامه وقالت لهم على قوته.
فاصحاب البيت عملوا اجتماع سري على الضيق كده وقالوا هو غلب بلاك غلب وكده كده مش خسرانين حاجه، ووعدوه لو هزم 100 هيعرفوا اهل القريه اللي حصل، وقالوا له تقدر تحارب هنا براحتك عادي، البيت بيتك. وبيطلع فعلا مانك من البيت وبيضرب طفله صغيره، واللي بعد كده بنكتشف ان عندها قوه شريره من بلاك، وبتتحدى انه يعرف يهزمها بعصايه، فبيقول لها انا ممكن اقعد والعصايه تحاربك لوحدها، انا ماسكها بس لزوم الشو. وعلشان قوتها كانت عباره عن نار، ففي اجزاء كتير من القريه اتحرقت، والناس كانت بتحاول تطفي كل الحرايق دي. والبنت اللي كانت بتحارب مانك كان نفسها العصايه تبقى ملكها، فقال لها لو عرفتي تمسكيها وتعدي لحد 10 خديها، واثناء ما هي بتعد كان بعتها في حفره في الارض، وبكده يبقى غلب ال100 بلاك. ولين الطفلة الجميلة اللي اتكلمنا عليها من شوية كانت نفسها تتعلم منه وتبقى المساعدة بتاعته عشان تساعد قريتها لما يكون مش موجود، بس مانك رفض للأسف. المهم أهل القرية نفذوا وعدهم وعرفوا أهل القرية كلها، ووقتها مانك يتكلم وقال لهم أنا كده لازم أعيش على طول لحد ما بيحصل برق وبيظهر التنين، وبيقول له أنت سرقت عصايتي واستنيتك ترجعها، فمانك قال له أنا لقيتها فأخدتها، وعشان التنين كان تنين بحري فكان بيدخل السفينة بتاعته يبل شعره عشان ما يجيلوش ضربة شمس. وقال لي مانك لما العصايه بتاعتي ترجع لي هعرف اخد بيها حق منك، وعشان التنين كان خبيث شويه امر 2 من الحراس بتوعه يحاولوا ياخدوا العصايه من غير ما مانك يحس، واخدوها فعلا، بس مانك اخد باله وجري وراهم وقدر يمسكها، والتنين كان بيحاول يلحقه بس مانك ما سابهمش الا لما اتاكد انهم كلهم وقعوا في النهر. ولين لسه ما يئستش وكانت بتحاول تقنع في مانك انها تتعلم منه، بس هو قال لها انت حيالله طفله صغيره، لما تروح الجنه اعملي اللي انت عايزاه، وعشان يوصل للطريقه اللي يعيش بيها على طول كان محتاج للقرايه، بس هو ما كانش بيعرف فكان لازم حد يساعده. فجات لين اللي ما بتيأسش اقترحت عليه مساعدته وبرضه رفض، بس العصايه اعترضت وصممت انها تنفعهم لو راحت معاهم. وبعدها بنشوفهم وهم داخلين مقبره كبيره فيها كل اسامي العائلات وهتعيش قد ايه، وبيطلب مانك من الحاكم بتاعها انه يعرف هيموت امتى، بس هو بيرفض فبيحاول يدخل غصب عنه. واول ما بيوصل بيقول للين تقرا، فبتساله عن اسم عيلته فبيفتكر ان ملوش عيله اصلا، وهي بتستغرب كلامه. ووقتها بيظهر قدامهم حاكم المقبره وبيقول لهم انهم مش هيخرجوا من هنا عايشين لانهم دخلوا من وراه، وبيستنسخ نفسه لعدد كبير. فمانك بيبقى فرحان ان هيقدر يهزم اعداد اكبر ويستنسخ نفسه هو كمان، وبيطلب من لين انها تدور على المخطوطه اللي مكتوب فيها اسمه وتقول له على اسم عيلته والوقت اللي هيموت فيه لحد هو ما يخلص أزأزة ويخلص من المعركه دي. فبتدور لين لحد ما بتوصل للمخطوطه بتاعته وبتقول له انه ما عندوش عيله اصلا، فبيشطب اسمه من المخطوطه بمساعده العصايه بتاعته عشان يعيش على طول. وبيتصل حاكم المقبره بجد وبيقول له ان مانك دخل المقبره وشطب اسمه، وبيكلمه مانك وبيطلب منه حفله كبيره عشان هو كده هيعيش على طول. فبيقول له لا انت كده هتموت عادي، بس هتموت وانت بتحارب، مش هتعجز الا لو انت لقيت الكتاب السحري وعملت اللي بيقول عليه. ومن حسن حظ مانك كان الكتاب قدامه فاستخدم عصايته ولين عشان ياخد الكتاب وقدر يهرب بيه من المقبره. ولما طلع هو ولين قال لها تقرا له الكتاب بيقول ايه، وقالت له ان لازم ياكل خوخه سحريه، فقال لها تقعد على النهر تقرا الكتاب وتقول له يعمل ايه بالظبط. فسابته وراحت على النهر، وعن طريق ازازه سحريه قدرت انها تتواصل مع التنين، وطلعت مجرد طعم المانك، وقالت له ان مانك بيتصرف تصرفات غريبه وانها دخلت معاه مقبره واخدوا كتاب يخليه يعيش على طول. ايوه عليكي بنت سوسه. فالتنين قال لها انه شاكك في جنون القرد ده اصلا، وانه مش عايز حاجه منها غير عصايته الا هتبقى خلفت اتفاقهم وهتتعاقب. فبتفتكر لين قريتها الفقيره وانها محتاجه لها، فقالت له انه بيدور على خوخه مسحوره، فبيقول لها انه عليه الخوخه وهي عليها انها توصل مانك ليها. في الوقت ده كان التنين بيجهز خوخ مسموم وبيستعين بالحراس بتوعه عشان يمثلوا انهم حراس بستان الخوخ ويقنعوا مانك انه ياكل منه. ولما كانوا بيوجهوا النور على الشجره المسمومه الحارس غلط ووجهها على الشجره السليمه. ولما وصل مانك ولين للبستان الحرس رحبوا بيهم واقنعوه ياكل من الشجره المنوره، وطبعا بعد ما اكل ما حسش باي حاجه. فواحد من الحراس اكل من الشجره التانيه وكانت هي المسمومه، فبدا يدوخ ونام على طول. فالحارس التاني قال له ان ده مفعول السحر وانه لازم ياكل منها. فمانك ما صدقهوش وقال له كل انت الاول. وبعد ما قعدوا يتعازموا على بعض شويه لين عرضت عليهم ياكلوا هما الاتنين ووافقوا. ولما اكلوا بداوا يدوخوا ويقولوا كلام مش مفهوم، فظهر التنين من ورا الاشجار عشان ياخد العصايه. فقام مانك وقال له انا بشبه عليك وعشان كده لازم تاكل معانا، وخلاه هو كمان ياكل ويدوخ. ولين خلاص كانت بدات تحس انها شغاله مع شويه، خصوصا بعد ما التنين نط في النار وحاولت تحرك العصايه من ايد مانك لكنه ما كانش بيسيبها حتى وهو نايم. ولما صحي مانك قال لها انا كده هعيش على طول، فقالت له لسه. فقال لها انه بدا يشك في ان ده خوخ حقيقي، فخافت انه يكشف الحقيقه، فقالت له انه هيفضل طول الوقت اناني ووحيد، وده اللي كان بيخاف مانك منه طول الوقت. فدخلت عصايه مانك وقالت لهم على غلاف الكتاب. ولما لين بدات تقرا الكتاب قالت له انه لو اخد من ماده اكسير الخلود اللي في المختبر هيقدر يعيش على طول. وراحوا بسرعه عشان يدوروا على الماده دي، وراحوا على المختبر
المختبر على عصايته السحرية وكان عايز يجرب كل المواد، فحاولت لين انها تمنعه بس هو مصمم، وجرب مادة رجعته طفل تاني ورجع يجري زي ما كان، وحاول المرة دي انه يحضن لين لكنها حضنته وما رفضتش. واول ما مسكت العصاية عشان تمشي بيها كان اخد من نفس المادة تاني ورجع كبير تاني، ووقتها فقدت لين الامل انها تنقذ قريتها. وفجأة بيسمعوا صوت صاحبة المختبر وهي بتقول لهم انهم خاينين عشان حاولوا يسرقوها وانها هتندمهم على ده، وبتقفل كل ابواب المختبر. فبيؤمر مانك لين انها تهتم بالمواد اللي هتخليه يعيش على طول وانه هيقدر يهزم صاحبة المختبر ده. وبتجري لين تحضر طبق وبتطلب منه كل المواد اللي محتاجها، واول ما بتخلص بتحدفها له عشان يشربها، لكن صاحبة المختبر بتقدر تحطم الطبق بقوتها، وبتقدر برضه تضرب مانك ضربة قوية تبعده عن المكان تماما. وبتقول للين انها ممكن تنتقم منها دلوقتي عشان ساعدته، لكن هي هتسيبها تاخد العصاية وتمشي. فاول ما بتطلع لين من المختبر بتكتشف ان قوة الضربة رجعت مانك تاني، وبتحاول صاحبة المختبر انها تتخلص منه بقوتها واللي كانت عبارة عن أشعة، فبيحاول يطلب المساعدة من لين، فبترجع تديله العصاية، وبيكون بسبب قوة صاحبة المختبر عنده قدرة دلوقتي انه يعيش على طول وحجمه زاد. فصاحبة المختبر قالت له انت فاكر ان اوحش حاجة ممكن تحصل للواحد انه يموت؟ في حاجات اوحش بكتير. وقتها انانية مانك بانت اكتر وقال لها انه مستعد يحارب العالم كله ويعيش هو بس. وعلشان لين كانت بتخاف عليه رغم انها عايزة تسرقه، وقعت نفسها من المختبر عشان ينقذها ويبعد عن صاحبة المختبر. المهم بينزلوا في حته فيها ميه وبتقول له لين انت انقذتني وكمان جيت هنا عشاني، لانه دايما بيقولوا ان ما بيحبش ينقذ حد. وقالت له انت تقدر تستخدم قوتك في انك تساعد الناس. فقال لها لا مش هساعد حد وهفضل اكسب دايما. فقالت له انها عندها اختبار حلو، ولما سالها عليه قالت له انه ينزل النهر ويكتم نفسه قد ما يقدر. فقال لها انه بقى عايش على طول ومهما عمل مش هيموت، فيقدر يقعد سنين تحت. ونزل فعلا وكتم نفسه وقتها، وهي اخدت العصايه وسلمتها لحراس التنين. ولما طلع مانك اعترفت له بانها خذلته وانها كانت عايزه تساعد قريتها، فتواصل مع التنين واكتشفت لين ان التنين خلف وعده معاها وهيقضي على قريتها كلها. فطلبت لين من مانك تساعده عشان يرجع عصايته، فقال لها لا وانه يقدر يرجعها بقوته الحقيقيه اللي اخطر من العصايه بكتير. وفي الوقت ده كان بيستعد التنين للتخلص من عالم البشر كله، واللي كان واقف ما بينهم مانك عشان يطالبه يرجع عصايته. فالتنين قال له انه هيقضي عليه هو كمان عشان خلاص زهق منه. فمانك قال له انا عايش على طول فتقدر تعمل اللي انت عايزه. فلين قالت للتنين انها عارفه نقطه ضعفه وان نقطه ضعفه هي البرق، فبسرعه وجه عليه اشعه برق، وده طبعا كان كامل للتنين لان البرق بيخلي مانك اقوى. وبعد ما وقع مانك في الميه من قوه الضربه شاف عصايته واخدها وطلع من الميه وهو بيستعد لاقوى انتقام ممكن يعمله، وقضى تماما على التنين. ولين في الوقت ده كانت بتحاول توقفه عشان ما يحسش بالانانيه اكتر، بس هو كان حاسس انه اقوى حد في العالم. وجه جاد قال له انه زودها جدا وانه هيحاربه بالطريقه اللي يستاهلها، بس برضه ما قدرش على مانكو واتهزم هو واللي معاه. وطبعا الامبراطور الكبير كان لازم يتدخل في كل ده، ووقتها كل الناس شافته وكان هينتقم بنفسه من مانك. لكن لين كان بتطلب منه ما يعملش كده لانه انسان كويس، بس هو معرفش يدافع عن نفسه بالطريقه السليمه، وقال لا تقدري ترجعيه عن اللي بيعمله. فتقمصت شخصيه الامبراطور وطلبت من مانك انه يخرج من ايده، في حين انه لو خرج هيحكم العالم، ولو ما خرجش هيتسجن شويه يتعاقب فيهم. فشاف ان الموضوع سهل فطار بسرعه كبيره جدا، الا انه اكتشف انه ما خرجش من ايده. ونفذ الامبراطور حكمه وحبسه في وسط الصخور عشان يقدر يكون متواضع تاني وقوته ما تخليهوش. وبكده يكون فيلمنا بيخلص بعد ما بنشوف لين قدرت تكون شجاعة وقدرت تغير حياة قريتها للأحسن، وممكن بسبب انه كان لسه في شوية تمرد الامبراطور حكم عليه ب500 سنة بس. وبعدها طلب منه يطلع يحارب مين تاني البشر، بس المرة دي وهو عارف هو بيعمل ايه وحدوده فين. وكده يكون خلص ملخصنا النهاردة. استناكوا في حلقة جديدة وكرتون جديد.